هنعمل النهاردة ان شاء الله كيكة بالشوكولاتة او قولوا عليها جاتو بالشوكولاتة، زي ما تقولوا يعني حاجة خفيفة كده وحاجة حلوة. نبدأ نقول بسم الله بقى ونقول مكوناتنا ايه. هنا معانا كوباية سكر، عليها كوباية لبن، كل حاجة بدرجة حرارة المطبخ يا جماعة. كوباية لبن عليهم نص كوباية زيت، كده اهو نص كوباية زيت بس زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير عشان يوصلك اي فيديو هينزل. وهنا كاكاو خام، انا معايا كاكاو خام نخلاه. هنحط 3 معالق، يعني 3 معالق كبار، 3 والشوية دول برضو لان انا كنت معايرة هرمية. كده هنضرب الخليط ده الاول مع بعض. مع هنا معلقة معلقة فانيليا، فانيليا سايلة بقى، فانيليا عادي اكياس اي حاجة. هنضرب كل الخليط ده مع بعضه لغاية ما يتقل معانا. نضرب كل ده كده مع بعضه لغاية ما يتقل معانا، يبقى عامل زي صوص الشوكولاتة كده. ده الجناش الاقتصادي يا جماعة، اللي عايز يعمله ده جناش اقتصادي عن الجناش ابو الشوكولاتة الخام. ده الاقتصادي اللي بنعمله في البيت. هنضربهم بقى كله حلو يعني كله مع بعضه كده لغاية ما يتقل معانا، هياخد يبقى زي صوص الشوكولاتة كده معايا تقيل زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. نضربه جامد طبعا لغاية ما السكر كله يدوب وكل حاجة تدوب كده اهو. بعد ما ضربناه كده اهو السمك اللي انا عايزاه، شايفين. هناخد بقى من الخليط ده كده كوباية، هنفضي كوباية ونشيلها في التلاجة. هنقول لكم هنعوزها ليه تاني. كده شيلنا كوباية اهي من الصوص ده، هنحطها بقى في التلاجة تجمد لغاية ما نيجي نعوزها. هنحط عليه بقى الخليط ده بقى ايه، 3 بيضات، برضو كل حاجة بدرجة حرارة المطبخ. هنا 3 بيضات هنحطهم على الخليط اللي احنا عاملينه بتاع الشوكولاتة ده، ونحط عليهم برضو معلقة فانيليا تاني زي ما انتوا شايفين كده. مننساش بقى الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وهنا معلقة خل علشان زفرة البيض ويدي هشاشة للكيكة كده زي ما انتوا شايفين. وهنضربهم بقى كلهم برضو مع بعض. انا بعمل كل حاجة في الخلاط او في الكبة، يعني انت لو عندك الكبة كبيرة كده اعمليها فيها، بصي بالدقيق بكل حاجة. حتى الكيكة برضو الفانيليا انا بعملها كده وبتطلع بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، وهعملها لكم في مرة. ده كده كوبايتين ونص دقيق. هحط عليهم كيس بيكنج باودر، كيس اهو بيكنج باودر. بس انا هنا ما احتاجتش الكوبايتين ونص كلهم، كل اللي انا احتاجته منهم كوبايتين بس وهتشوفوا دلوقتي. كده حطيت اهو، حاطه رشه ملح طبعا. هنحط الدقيق اهو وهخلي حوالي نص كوبايه. اضرب بقى ده كله برضو في الخلاط، كل حاجه في الخلاط معانا. عندك خلاط ماشي، عندك هاند بلندر اعملي بيه، عندك كبه زي كده كبيره الشفشق بتاعها كبير ياخد الحاجه كلها تمام ماشي شغال. كده بعد ما ضربنا الخليط كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده اهو، كده القوام اللي احنا عايزينه. طبعا انا جايبه الصينيه القالب اللي هي الوسط بتاع الطعم. الخليط ده خد الصينيه الوسط دي. طبعا دهنها سمنه وهفضي الخليط في قلبها ومسخنه الفرن. هي دي ما خدتش معايا في الفرن بالظبط، حوالي خدت معايا يعني قول 25 دقيقه نص ساعه الا حاجات بسيطه كده اهو. فضينا كل حاجه نحطها في الفرن بقى تستوي عادي على نار متوسطه، وهنرجع نقول لكم احنا هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين كده قوامها كويس قوي. نحطها في الفرن بقى. ما تنسيش بقى وانت بتتفرجي كده، ما تنسيش الاشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك اي فيديو بينزل. كده ده اهو. نحط بقى الحاجة دي الصينية في الفرن. هنعمل بقى الكريمة اللي احنا هنعوزها. انا هنا كده معايا معلقتين ونص كريمة خام،
وهنا عليهم معلقتين باستري كريم، يعني معلقتين ونص كريمة وعليهم معلقتين باستري كريم. هنا حطيت عليهم نص كوباية مية ساقعة ومعلقتين سكر. طبعا النص كوباية المعلقتين دولت والمعلقتين دولت خدوا معايا كوباية ونص مية، بس انا هنا مسرعه الفيديو بقى طبعا عشان محدش يزهق. فكوبايتين خدوا كوبايه، يعني المعلقتين والمعلقتين معلقتين كريم شانتيه خام المتحده عليهم معلقتين باستري كريم، وخدوا مني كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه على معلقتين سكر. وهنا طبعا الجناش اللي انا كنت شايلاه خدت منه معلقتين عشان تبقى ايه كريمه بالشوكولاته. كده الكيكه بعد ما استوت هنفضي عليها الكريمه بقى، طبعا نفردها كلها كده. انا بحب اعمل لها طبقه كريمه، في ناس بتحط صوص الشوكولاته بس انا بحط ايه طبقه كريمه برضو عليها كده، بحيث ان هي تبقى عامله زي قطعه جاتوه. والصينيه دي كلها هنطلع منها 12 قطعه كبيره بسم الله ما شاء الله. انت عايزه بقى تضاعفي الكميه في صينيه اكبر، نفس المقادير ونفس الكميه بس هتبقى الضعف. كده ايه هحطها في التلاجة بقى. حطيتها شويه وجبت بقى الصوص الشوكولاته فضيته عليها كله. هنفرد بقى كله كده، فردنا نفردها وندخلها التلاجة تاني يمسك بس شوية، وهنرجع نقول لكم هنعمل ايه. كده بعد ما طلعناها نقطعها بقى، شوفي التقطيع كده كده نقطعها اهو. هتعمل معانا 10 قطع كده اهو. معانا 1 2، انت ممكن تقطعيها يبقى 12 قطعة على حسب القطعة اللي انت عايزاها والتقطيع اللي انت بتعمليه. يعني هنا طلعي معايا 10 قطع وبسم الله ما شاء الله قطعة كبيرة، قطعة كبيرة كبيرة يعني كده اهو. وكده بقى انا حاطه كريمه في كيس، يعني هنعمل الفينش الاخير بقى. روزيتات كده من هنا واحده ومن هنا واحده، على كل قطعه 2 زي ما انتم ما شايفين كده. نخلص كله ونرجع لكم تاني. نخلص الكميه كلها. وعلى فكره طعمها جميل جدا وهشه وطريه، يعني صوص الشوكولاته ده كمان طعمه احلى بكتير. لما تعملي في البيت كده الكيكه ديت لاي حاجه عندك عايزه تعملي ليها شوكولاته، تعملي الجناش الاقتصادي ده كده اهو زي ما انتوا شايفين. معلش بنزل بس البوز اللي طالع من الكريمه ده بننزله كده. طلع لكم دلوقتي قطعه تشوفوها بألف هنا وشفا ليكم. اللي هيعملها ويجربها هتعجبه ان شاء الله. كده هنطلع قطعه بقى اهي. انا بحاول اطلعها بس بروح عشان ما بوظش اللي جنبها. فزي ما انتوا شايفين كده اهو. اه، شايفين سمكها بقى، شايفين السمك بتاعها والقطعه قد ايه اهي كده. وطريه وعلى فكره هشه جدا جدا زي ما انتم شايفين اهو. وكمان لما قعدت في التلاجة بتحلو جامد، يعني بتقعد في التلاجة بتبقى جميلة جدا. شايفين اهي كده اهي زي ما انتوا شايفين كده. والف هنا وشفا للي هيعملها.